الكويت، إيران، السعودية. من السبعينيات إلى الثمانينيات احتلال تام إلى بطولة آسيا. ولو سألتني وين اليابان، باعتبارها المصنف ال17 على العالم والأول آسيويا، بقول لك السعودية والكويت كانوا يتسلون فيهم حرفيا. فوضع اليابان كان كارثي، وحتى الحكومة اليابانية ما كانت قادرة على الإصلاح. ولكن رفرفة فراشة في الأرجنتين غيرت اليابان للأبد. من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الخمسينيات كانت رياضة السومو هي الرياضة الأولى في قلوب اليابانيين، جزء من الثقافة والتقاليد والهوية الوطنية. لكن مع دخول الخمسينيات تغير كل شيء. الدولة قررت تأسيس دوري المحترفين للبيسبول، ومع الوقت بدأ نجم البيسبول يسطع أكثر وأكثر. فبحلول السبعينيات تربعت البيسبول على عرش الرياضة اليابانية، وصارت اللعبة الشعبية الأولى في اليابان. أما كرة القدم، لعبة ما حد يسمع عنها، ما حد يتابعها، وما حد مهتم فيها أساسا. الحكومة اليابانية قررت تتدخل وتطور اللعبة، ولكن سبب الفشل بديهي جدا. شلون تبني مشروع بدون أساس؟ لا جمهور مهتم في الحضور ولا أطفال مهتمين في الممارسة. وهذه نفس مشكلة الصين وأمريكا. فلو أمريكا كانت تمتلك شعب مهتم بكرة القدم، لأصبح عندهم دوري يفوق الدوري الإنجليزي من الناحية الاقتصادية وبمراحل. وأقرب مثال دوري ال NBA، اقتصاديا هو يفوق الدوري الإنجليزي بفارق كبير جدا. فاليابان قدامها معضلة ما تنحل بالفلوس. فعشق وشغف الجماهير لكرة القدم شيء ما تقدر تشتريه بالأموال. فالمعركة تحتاج إلى تغيير عقلية الشعب كاملة، وتغيير العقول يبغاله غزو فكري ناعم، سينما وإعلام، يعني من الآخر هوليوود. شي عنده القوة يخلي شعب محاصر وجوعان إلى شعب همجي وإرهابي، ويحول الظالم المستكبر إلى حمامة سلام. ولحسن حظ اليابان إنها تمتلك الأنمي. أنمي؟ قارن هوليود بشوية رسوم متحركة. شوف، مبيعات العلامة التجارية للبوكيمون أعلى من مارفل وستار وور. ولو تبغيها بلغة كرة القدم، إيرادات البوكيمون من 1995 إلى 2023 أكثر من 150 مليار يورو. يعني الدوري الإنجليزي بإيراداته السنوية الحالية يحتاج 18 سنة و8 شهور حتى يوصل إلى إيرادات شوية تشارمندر على بولباسور. آسف، وبيكاتشو. حتى من ناحية تأثير الأنمي على سلوك البشر، فالقوة هنا مو مجازية بل واقعية جدا. يعني أنمي ناروتو خلى آلاف الشباب يتجهون لتعلم النينجتسو في معاهد الفنون القتالية، مو بغرض الدفاع عن النفس، ولكن أما أنمي سلام دانك فهو مو بس حرك كرة السلة في اليابان، حرفيا فجرها. الإقبال على اللعبة ارتفع بشكل ملحوظ، لدرجة أن الاتحاد الياباني لكرة السلة قدم تكريم رسمي خاص لمؤلف العمل. لكن المؤلف اللي يهمنا اليوم هو بطل قصتنا، يوتشي تاكاهاتشي. تاكاهاتشي طالب الثانوية في عامه الثالث، كان من عشاق رياضة البيسبول وما كان يحب كرة القدم. لكن حدث معين غير حياته. كان جالس قدام التلفزيون في بيتهم ومندمج ومبهور ومأسور للسحر اللي كان يقدمه ماريو كامبس في كاس عالم 1978. وفي هذا اليوم غير حبه من رياضة البيسبول إلى كرة القدم، ولسبب واحد فقط: الحرية. لما كان يلعب البيسبول كان يحس انه قطعة يتحكم فيها المدرب، بس لاعبين كرة القدم عندهم الحرية للتعبير عن انفسهم في الملعب. ومن هنا تولد عنده حلم بسيط لكنه مجنون، ان شعور الحرية والمتعة والانبهار اللي عاشه في ذاك اليوم لازم ينقله إلى شعب اليابان، ويخلي كرة القدم هي الرياضة الأولى في اليابان. فبعد 3 سنين من هالحادثة قام بتأليف مانجا الكابتن ماجد. واللي ما يعرف المانجا هو الكوميك بوك لو كنت مارفل فان بوي أو دي سي، أو مجلة ماجد لو كنت من جيل الطيبين. الرجال رسم المانجا
ولكن تم رفض نشر العمل لأسباب بديهية جدا. كرة القدم ما لها سوق في اليابان، فما حد مهتم في كرة القدم من أساس، ورسمها صعب يكون مبهر للأطفال عكس رياضة الملاكمة مثل جو البطل في ذاك الوقت، فطلبوا منه شوية أكشن وحركة. لكن هذا عكس الهدف الرئيسي إلى تاكاهاتشي، اللي كان يبي الكابتن ماجد يكون وسيلة لشرح قواعد اللعبة وأساسياتها بطريقة ممتعة ودرامية تحمس الأطفال أنهم يصيرون أبطال اليابان في كرة القدم. فبعد عناء طويل من رفض النشر، يتم نشر المانجا في 1981، وعلى عكس المتوقع من الناشر والمؤلف، ردود الفعل كانت إيجابية وكبيرة. شريحة كبيرة من الأطفال رسلوا رسائل إلى المجلة تعبر فيها عن حبها وتأثرها بالشخصية الرئيسية، خصوصا أن مجلة ويكلي شونن جامب الناشرة للمانجا تبيع ما يقارب المليونين ونص مجلة في كل إصدار. يعني صحيفة نيويورك تايمز في أفضل أحوالها تاريخيا كانت تبيع مليون نسخة وشوي. ولكن الحدث الأبرز لحد الآن ما صار. في 1983 الزمن يعيد نفسه. الطفل الياباني يفتح التلفزيون على قناة تي في طوكيو ويتفاجأ بتحول الكابتن ماجد من أغلفة المانجا إلى الشاشة لأول مرة. نجم حساس ومهذب. فاللي سويتها ببساطة اني عدت مشاهدة الجزء الاول ولكن بعين المؤلف، واعتمدت على النسخة اليابانية للانمي لانها اطول من النسخة العربية، وتفاديا للتحريف. ففي الحلقة الاولى بعنوان حلق باجنحتك نحو السماء، نشوف عائلة الكابتن ماجد تنتقل من مدينة الاحلام الى مدينة المجد، بسبب ان ماجد كان طفل وحيد ومعزول في مدينته القديمة لأنه مهووس بكرة القدم، ولكن مدرسته ما كان فيها نادي كورة أصلا. فكل الأطفال يلعبون البيسبول لأنه يعتبرونها رياضة الرجال. لهذا السبب ماجد كان غريب الأطوار بالنسبة لهم. لكن لما انتقل إلى مدينة المجد واللي مشهورة بحبها لكرة القدم، تحول ماجد من غريب أطوار ووحيد إلى فتى شعبي جدا في المدرسة وبطل قومي بالنسبة لهم. فماجد تجسيد حقيقي لرغبة الكاتب تمرد على المجتمع ونشر ثقافة كرة القدم اللي تمثل الحرية بالنسبة إلى تاكاهاتشي. واحد من أذكى القرارات اللي سواها الكاتب إنه خلى ماجد ينضم إلى فريق ماكل 30-0، فريق ملط حرفيا. 30対 0؟ まあな。طيب وين الحكمة في الموضوع؟ الحكمة أن الفريق الضعيف اللي انضم له ماجد كان يرمز بشكل مباشر للطفل الياباني في ذاك الوقت، الطفل اللي ما يعرف شيء عن كرة القدم، لا قوانينها ولا تكتيكها ولا حتى طريقة اللعب. فماجد والمدرب فواز ما كانوا بس يدربون ويعلمون فريق مهزوم، كانوا يعلمون جيل كامل خطوة بخطوة أساسيات اللعبة وتفاصيلها عبر فريق المجد. وش اللي استوعبته في المشاهدة الثانية؟ عمر هي واحدة من الشخصيات المهمة في رسالة الكاتب، إنه مو شرط تكون موهوب مثل ماجد وبسام وياسين، لا عادي تكون مثل عمر، لاعب ما يملك موهبة مثلهم أو عديم الموهبة، لكنه لاعب مجتهد ومضحي ومنضبط ويحمل صفات قيادية، يذكرني بميلنر حرفيا. وغير العنصر النسائي، رئيسة رابطة الألتراس المتنمرة المتوحشة المتسلطة واللي تحولت بعدها إلى مديرة الفريق، فوجودها مهم لتشجيع اليابانيات إنهم يكونون عنصر فعال من ناحية الحضور الجماهيري. فالأنمي هذا مدرسة إبداعية من الكاتب، من شرح وتبسيط أساسيات المهارات والتكتيكات الكروية، والأهم من هذا عقلية اللاعب وروح الفريق وروح التحدي. وهذه المعاني عميقة جدا لدرجة أن رياضة كرة القدم في أعلى مستوياتها اليوم تفتقد هذه المفاهيم إلا ما ندر. فأنمي الكابتن ماجد أيقونة كتابية، هو أيقونة، بس يا أخي تسديدة تاخذ حلقتين. بما أني المتحدث الرسمي عن الأنمي حاليا، أحب أقول لك أن التمطيط كان غصبا عنهم في الجزء الأول على الأقل، وهذا لأن وقت عرض الأنمي فصول المانجا ما كانت مكتملة، فبدون تمطيط الأنمي راح يسبق النص الأصلي. وحتى ما أمطط عليك الحلقة، خلنا نروح إلى الفصل الأخير. تأثير الكابتن ماجد كان سريع أكثر من المتوقع.
يعني في الفترة من 1981 إلى 1988 اللي هي فترة انتهاء السلسلة. أرقام التأثير كانت مرعبة. قبل الكابتن ماجد كان عدد الأطفال المسجلين في أكاديميات كرة القدم اليابانية ما يقارب 69 ألف تقريبا، لكن في 1988 وصل إلى ربع مليون طفل. والموضوع ما اقتصر على الأطفال، حتى على مستوى الدوري ارتفع عدد لاعبين كرة القدم المسجلين في الاتحاد الياباني من 110 ل 260 ألف. والدولة اللي كانت تكره كرة القدم، متوسط الحضور الجماهيري في دوريهم المحلي آخر موسم هو 20 ألف مشجع، واللي حضر حلقة الدوري السعودي بيفهم قوة هذا الرقم. بس تجربة الكابتن ماجد خلقت نموذج رياضي أكثر ذكاء من النموذج الأوروبي، أو بتعبير أصح أكثر أمان، وما شفت أحد يتكلم عنه على ما أعتقد. وركز وياي شوي، ماجد نشأ وتطور في نادي المدرسة، وكل الأحداث والهبل من مواجهة الأخوين شوقي وبسام ومازن حلمي كان ضمن دوري المدارس، مو أندية فئات سنية ولا أندية أكاديميات، لا، أندية مدارس. فاللي صار بعد الكابتن ماجد في 1988 أندية المدارس زادت بمقدار 3 أضعاف، وصار تطوير كبير في البنية التحتية مالتها من ملاعب وكوادر تدريبية. فالأندية والدوريات تمتد من المرحلة الابتدائية إلى الجامعات. فبطولة المدارس الثانوية اليابانية هو حدث رياضي شعبي في اليابان، والغالبية العظمى من اللاعبين اليابانيين المحترفين تخرجوا من هذه البطولة. وعلى فكرة ميتوما هو خريج هذا النظام، فهو قضى طفولته من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة لحد ما تخرج، وأطروحة بحثه كان في فن المراوغة. وميزة هذا النظام عن الأوروبي إن أنت لو فشلت في أنك تصير لاعب كرة قدم، فأنت ما أهملت دراستك وتقدر تحصل شهادة وتشتغل في وظيفة محترمة. ومن أكثر أمثلة التطرف في تأثير الكابتن ماجد هو ناكاتا، أسطورة المنتخب الياباني اللي لعب في أكثر من نادي في الدوري الإيطالي، ولاعبين الفيفا يعرفونه كآيكون سابقا وهيرو حاليا. فهذا اللاعب صرح تصريح غريب، قال بما معناه أنا ما أتابع ولا بتابع مباراة كرة قدم، وما أفهم أصلا ليش الناس تحب تتابع رياضة من الأساس. طيب هالمخلوق شلون عرف كرة القدم من الأساس وصار لاعب؟ بسيطة، كان يتابع مانجا كابتن ماجد، وكان يحاول يقلد مهاراته وخصوصا الضربة المقصية، وبعدها حب الرياضة. الموضوع بسيط جدا. في 2002 من بين 23 لاعب في المنتخب الياباني اللي شارك في كأس العالم، 16 لاعب منهم صرحوا انهم حبوا كرة القدم بسبب الكابتن ماجد. وكان هذا اجمل رد على افتتاحية الحلقة الاولى، لما كان ماجد حامل مجلة رياضية والمذيع يقول متى تستطيع اليابان المشاركة في كأس العالم، وجواب ماجد كان سوف أشارك يوما ما، هذا مؤكد. وانطلق بعدها من مدينة الأحلام إلى مدينة المجد، لكنه ما انطلق بمفرده، بل انطلق مع جيل كامل من اليابان. حلمه هو حلم الكابتن ماجد، وهذا تحقق لما المنتخب الياباني كان يلعب ضد إيران مباراة التصفيات إلى كأس العالم 1998. والمباراة في الشوط الإضافي الثاني كانوا يلعبون على الهدف الذهبي، يعني اللي يسجل يتأهل إلى كأس العالم. وعلى طريقة الكابتن ماجد في الدقائق الأخيرة اليابان يسجل ويتأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، ليحقق حلم بدأ في 1978. فرفرفة فراشة في الأرجنتين غيرت العالم حرفيا. وبس هذا اللي عندي، وسلام.